بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كل سنة وانتم طيبين يا حبايب قلبي. اللهم فرج همومنا وفرج كرباتنا يا رب، وارزقنا وإياكم الجنة بدون حساب ولا سابقة عذاب. اللهم آمين. النهاردة طبعا فطرنا في اليوم ال14، شهر الخير شهر البركة. يعني بقينا كده يعتبر في النص يا جماعة، خلاص. فالنهاردة طبعا قلت أغير كده وأعمل فكرة جديدة في الأكل. اللي حابة تاخد مني فكرة، اللي يعني كلنا بناخد أفكار من بعض يا حبايبي. النهاردة طبعا هنعمل كباب حل. كباب حل يا جماعة، على حسب مقدار اللحمة بتاعك. زي ما قلت مقدار اللحمة هيبقى قد مقدار البصل. الفكرة في كباب الحلة كده يا جماعة، يعني لو انت حابة تعملي نص كيلو لحمة يبقى نص كيلو بصل، كيلو لحمة كيلو بصل، وهكذا. طبعا اللحمة بتاعتي زي ما بوريلكوا كده متقطعة مكعبات. المكعبات يعني الأساس في الكباب الحلة بتبقى اللحمة متقطعة مكعبات معايا علشان تستوي بسرعة. أنا طبعا نقع اللحمة بتاعتي وهغسلها واشطفها. الفكرة بقى ان انت لازم تسخني الحلة جدا. اللحمة بتاعتي زي ما انتوا شايفين اللحمة يعني ايه، فيها الى حد ما نسبة دهون ملبسة يعني. يعني هي بتبقى اطعم في كباب الحلة. لما يكون لحمة ملبسة بتبقى طعمة جدا في كباب الحلة. انا مقطعة اللحمة بتاعتي مكعبات زي ما انتوا شايفين، وسخنة الحلة جدا، وهديلها صدمة كده، هديلها تشويحة يعني ايه. هنشف اللحمة اللي فيها واللحمة تقفل المسام بتاعتها. هنشف المية اللي فيها خلاص، واللحمة هتقفل المسام زي ما انا قلت. هنا هنزل بقى مش هحط اي اضافات خالص غير الورق اللورا والحبهان والمستكة. اللحمة هتتنشف بيه. طبعا التنشيف على نار عالية يا جماعة. كل ده هشتغل على نار عالية. معايا هنا بقى البصل زي ما قلت لكم كمية البصل نفس كمية اللحمة. هقطعه كده شرايح او جوانح او مكعبات زي ما تقطعيه. الاساس في يعني في كباب الحلة يا حبايبي هو البصل الابيض. بس بصراحة هي كانت طعمة برضو بالبصل الأحمر، لأن البصل كده ده فيه تسكيرة كده، بيديلها تسكيرة ومزازة كده. أنا طبعا الموجود عندك يعني ممكن مشي نفسك بيه. هقطع البصل بتاعي زي ما انتوا شايفين كله كده بنفس الطريقة على ما اللحمة بتاعتي تتشوح. أنا حطيتها على النار حوالي 5 دقايق مش أكتر. زي ما قلت ما ضفتلهاش أي إضافات خالص، هنشفها على نار عالية. بعد ما اللحمة بتاعتي تتنشف هتنزلي بقى، هتكون هي لو فيها نسبة دهون زي اللحمة اللي عندي هتنزل السمنة اللي فيها، او هتنزل نسبة الدهون اللي فيها. هتضيفي بس معلقتين زيت علشان البصل بتاعي. هنزل بقى بكمية البصل كلها علشان اكمل التشويح معانا بتاع اللحمة والبصل. هنا كده هتنزلي بالبصل وهتشوحي بقى، شوحي تشوحي. انزلي بقى تشويح كده تشويح، وبعدين قلبي. وبعدين هتنزلي بايه بقى، انا مش هضيف برضو اي اضافات خالص خالص خالص. هنا اللحمة بتاعتنا مش هضيف لها حاجة لحد ما البصل بتاعي يهبط او يعني يستوي شوية. فهفضل اقلب فيه كده كل دقيقتين 3 هتديله تقليب، كل دقيقتين هتديله تقليب. وبعدين هتنزلي بقى بايه التوابل بتاعتنا. اول حاجة هنزل بيها يعني ربع معلقة سكر، معلقة صغيرة سكر يا جماعة، او نص معلقة سكر صغيرة. انا مش هضيف اي اضافات. يعني هو يعني مش هحط افتكاسات او هغير طعم اللحمه بتاعتي غير شويه السكر صغيرين، ومعايا نص معلقه توابل. التوابل بتاعتنا خلاص واحنا حافظينها، اللي هي الفلفل والكمون والكزبره. دي التوابل الاساسيه عندي يا جماعه، اللي انا بحب يعني ايه، يعني بتدي الاكل يعني للاكل طعم ونكهه زمان. برضو كل شويه هتشوحي كده وهتقلبي في في كباب الحله ايدك فيه. وبعدين مش هنضيف اي ميه ولا اي حاجه خالص، بس كده. هنغطي عليه بقى وهنسيبه. البصل يا جماعه بينزل الميه بتاعته اول ما بتهدي عليه النار، يعني بيستوي بعرقه كده. فمش هضيف عليه اي اضافات خالص. انا كده بقى كان شغال على نار عاليه. هغطي عليه وهدي عليه النار. اول ما احس انه هو هيبدا ينشف معايا، مش هتزودي ميه خالص غير يعني نص كوبايه ميه علشان تسويه اللحم. لو لقيت اللحمه معاكي استوت ما بتضيفيش ميه خالص، لان هو يا جماعه البصل زي ما قلت بينزل الصوص بتاعه. وكباب الحله بيبقى الصوص بتاعه بسيط كده، مبقاش فيه ميه كتير، ما بيبقاش فيش فيه مرقه كتير. على حسب ما انت عاوزه بقى. انا يعني عشان لما يعني لو انت حاسه ان اللحمه بتاعتك زي ما انا قلت ما استوتش، يبقى ضيفي نص كوبايه ميه. خلاص كده انا هضيف الملح وهغطي عليها على نار هاديه تستوي براحتها خالص. هاجي بقى هعمل الرز. كباب الحله ما بياخدش وقت لان احنا اللحمه مقطعينها يا جماعه مكعبات صغيره. الرز بتاعي شويه الزيت
انا طبعا الاكل ايه الرز اللي انا هعمله، هعمل رز كده يليق مع اللحمه بتاعتنا او ما يليق مع الاكله بتاعتنا. انا مش هعمل رز بشعريه ولا حاجه، انا هعمل رز بالحبهان والمستكه. شويه رز كده، شويه زيت سخنتهم، وهنزل بقى بورق اللورة، ومعايا حوالي 4 فصوص توم. التوم هتحطيه بقشره، مش مهم يعني، مش مهم ان انت تقشري التوم الجديد اصلا، الغلاف بتاعه ابيض ونضيف كده. خلاص هتنزلي ب4 فصوص توم، وهتنزلي زيهم ب4 أو 5 فصوص حبهان. اول ما يتشوحوا كده وريحتهم تطلع، هتنزلي بالرز بتاعي. بس مفيش فيه اي اختراع يا جماعة، ولا فيه اي اضافات زيادة ولا حاجة. خلاص احنا دلوقتي هقلب بقى في الرز بتاعنا، هفضل اقلب كده لحد ما الرز يعني ايه يتشمع. وبعدين هنزل بعيار المية، هظبط عيار المية بتاعي، وهحط الملح بتاعي، هغطي عليه بقى واسيبه لحد ما يتشرب براحته. كده خلاص احنا تقريبا شبه كده خلصنا الاكل بتاعنا. الاكل ما خدش معانا اي وقت خالص، ولا اي مجهود، ولا اي حاجه خالص. الاكله بتاعتنا سهله وبسيطه خالص وسريعه، وفي نفس الوقت تغيير. بعد بقى ما هسيب الرز، ما عادش بقى غير السلطه، لسان العصفور اللي هي الشوربه، العصير، دي حاجات بقى خفيفه. دي في اخر كده ربع ساعه او اخر نص ساعه بتعملوهم على طول. خلاص. طبعا انا هعمل الاول بالشعريه لسان عصفور. انا طبعا عملتها معاكم كتير قبل كده، وبرضه هوريلكم الطريقه بتاعتي برضه فيها، علشان اللي ما اتفرجش على الفيديوهات قبل كده وحابب ياخد فكره او حاجه. طبعا شويه زيت، كوبايه شعريه لسان عصفور، بحمرها. اول ما تبدا تصفر معايا ولسان العصفور يبدا ياخد لون معايا، هنزل بجزرايه، واحده طماطم، واحده بصل صغيره، هيكملوا تشويح ببعض. يعني انا حطيت الاول شعريه لسان عصفور او لسان العصفور، صفرته كده خد لون معايا بقى. ده اول ما بدأ ياخد اللون هكمل زي ما قلت لكم، نزلت كده بالمكونات اللي قلت لكم عليها، وهكمل التشويح بيهم. وهنزل برضو بورق لورا، فصين حبهان، والتوابل بتاعتي. واول ما يحمر وياخد اللون هنزل بالميه، هسيبه يغلي بقى لحد ما يستوي. لسان العصفور ما بياخدش غير 10 دقايق يا جماعه على النار، يعني اول غلوتين كده يغلي غلوه والتانية، وتطفي عليه النار على طول، هيكمل سواه في الشوربه بتاعته. سبته بقى يغلي، وبعد كده عملت بقى زي ما قلت لكم العصير، وعملت السلطه. كان خلاص الاكل بتاعنا خلص. انا طبعا عملت السلطه معاكم، يعني عملتها وما يعني السلطه بتاعتنا سلطه بلدي، يعني ما عملتها يا ما صورتهاش معاكم. خلاص. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اتمنى يا جماعه ان اللي ما اشتركش في القناه يشترك، واتمنى ان انتوا تكتبوا لي تعليق حلو كده علشان القناه تكبر بيكوا وليكوا. وادعمونا يا جماعه بلايك او اشتراك. طبعا هعمل بقى العصير بتاعي. العصير بتاعي انا كان عندي شويه فراول بتاع جوافه كده متفرزه، وكنت عامله تمر بله تمر يعني من الصبح. فقلت ايه بقى، قلت يعني العصير ده بصراحه اول مره اعمله يا جماعه. فعملت العصير الجوافه كده لوحده، وضفت عليه يعني شويه حليب. عايزه تضيفي الحليب ضيفيه، مش عايزه ما تضيفيش. وبعدين نزلت بعصير الجوافه على البلح بتاعي او على التمر بتاعي. انا اول مره بصراحه اعمله، فقلت لو عجبني انا هقول لكم عليه في القناه، لو ما عجبنيش خلاص مش هقول لكم عليه. بس بصراحه كان طعمه جميل جدا. انا طبعا زي ما قلت لكم السلطه انا كنت عملتها ما صورتهاش معاكم، لان السلطه بتاعتنا مفيش فيها اي حاجه يعني. هو الخضار قطعته كله على كله، وتبلته، حطيت له ليمون، وقطعته كده ورصيته في الاطباق، وحطيت طبقين شيبسي. هصب بقى العصير لان خلاص كان ما عادش غير حوالي 5 دقايق على الاذان. وزي ما قلت لكم العصير بتاعنا ده جميل يا جماعه، انا جربته وبصراحه عجبني. وهو طريقه جديده يعني، انا بصراحه اول ما شفتش حد عمل الجوافه على التمر قبل كده. هنا بقى هنغرف. وانت بتغرفي كده خلي بالك، يعني لو قبلك بقى واحدة حبهان، واحدة ورق لورا، اي حاجة من الاضافات اللي احنا او فص ثوم اللي احنا كنا حاطينهم، هتشيليهم على طول ساعة الغرف، علشان ما تجيش يعني ايه في بق حد يضايقه هو بياكل. خلاص. هنا بقى كنت بغرف الشوربة. وكباب الحل يا جماعة سهل وبسيط خالص، وطريقة جديدة، او بمعنى اصح طريقة مبسطة. هو مش جديد ولا حاجة، بس طريقة مبسطة وطريقة سهلة
وتجديد يعني، علشان كل يوم بنعمل مثلا لحمة مسلوقة او بنعملها في الخضار. لا، جربيها بطريقة او الطريقة الكباب الحلة، وجربها بالطريقة بتاعتي اللي انا عملتها معاكم. وان شاء الله النهاردة الفيديو هيعجبكم. اتمنى ان شاء الله يعني كل اللي يجرب طريقة من الطرق اللي انا عملتها تعجبه. بس ده كان فطارنا النهاردة يا جماعة، سهل وبسيط خالص، زي الفيديو بتاعنا سهل وبسيط خالص. اتمنى النهاردة ان احنا نكون قدمنا لكم فكرة تعجبكم. كل سنة وانتم طيبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.